السلام عليكم. مرض الVIH أو مرض نقص المناعة المكتسب هو مرض جديد، مرض العصر. عندنا بخاسك الخبرة تاعو صافي 30 سنة تقريبا من نهار اللي بان أو أكثر شوية. الحالات اللي بانت سواء على المستوى المحلي ورقلة ولا على مستوى الجزائر ولا العالم كامل، حالات راهي في تزايد مستمر. كل عام نشاهدوا أنه الحالات بدأت تزيد. لماذا؟ كان عند عدة أسباب: انتشار واسع للمرض، وفي الكفة الأخرى الانتشار الكشف الطوعي. الناس ولا تعرف وش معناتها الفيروس، وش معناتها المرض هذا، يروحوا يديروا الكشف، وهذا يعني ساهم بطريقة أو بأخرى في ازدياد عدد الحالات المسجلة. هذا المرض اللي منتشر عليه غالبا كي يجوا نسمعوا برا يقول لك مرض منتقل عبر العلاقات الجنسية غير المحمية. هي صح، هذا المرض ينتقل سيرتو بهذه الطريقة، لكن عنده طرق أخرى للانتقال. على سبيل المثال عن طريق الدم، واحد يزيدوا له دم ملوث، وان كان في الاونه الاخيره ولينا نراقبوا الدم المنقول، ولا مثلا من الام الى الجنين، ولا ثاني هذوك اللي يديروا لي دروغ بارفوا انجكتابل لي باري، هذوك تاع الدروغ تمكن انها تنقل هذا الفيروس، اضافه الى فيروسات اخرى وميكروبات اخرى يقدروا يدخلوا معاه ايضا. الفيروس هذا يقدر ينتقل بطرق أخرى غير العلاقات الجنسية غير المحمية. كما قلنا ممكن ينتقل بالدم. الدم هذا ممكن نوجدوه في عدة ديزوكازيون، في عدة مناسبات. مثلا رجال اللي يروحوا للحلاق، والله مثلا اللي يديروا الحجامه، هذو لازم نورمالمون يكون الاجهزه اللام هذيك اللي يخدم فيها وحده فقط يديرها، يبدلها من شخص الى اخر. والحجامه نظن انه تتباع في الاخر البارافارماسيوتيك، هذه شبه الطبيه، يدي الماتريال تاعو قبل ما يدير الحجامه، يدي الماتريال تاعو يخدم به هو ويرجعوا لروحه. ثاني كما العلاج بالوخز بالابر ريتوها، والابره لازم يطيشها شغل من المريض لازم يطيشها. ثقب الاذن كذلك، انه البنات يروحوا يثقبوا اذنيهم، لازم ترمركي باللي هذيك الابره اللي يستعملها ولا لاباري اللي يستعملوا يطيشوا شغل الراس تاعو يطيشوا. ثاني حاجه اخرى في الدار، ثاني ممكن لازم تكون عندنا هذيك الثقافه انه كاين ادوات ذات استخدام فردي، مثلا فرشة الأسنان. كاين بعض العائلات اللي يبدلوا من واحد لواحد، الكوبونغل، اللقاط، هذو كامل الأجهزة اللي تقدر تكون كونتاكت ديريكت مع الدم، وحنا بلا ما ناخذوا بالنا. هذه ممكن ثاني تساهم في نقل فيروس تاع الإيدز وأمراض أخرى ثاني ممكن تنتقل عن طريق الدم أيضا. هذا المرض ينتقل بعدة مراحل. المرحلة الأولى أبخي الواحد يدخل له الميكروب يكون ما عنده حتى أعراض، ومن بعد الميكروب هذا كي يدخل راح يبدأ بشوي يخرب الجهاز المناعي. لهذا نسموه مرض فقدان المناعة المكتسب، ماناش زايدين به، وإنما من بعد نكتسبوه عن طريق كي ينتقل للإنسان. كي يبدأ الجهاز المناعي اللي هو الجهاز اللي مقاوم يحمينا حنايا من الميكروبات الأخرى يبدأ يضعف. كاين ميكروبات انتهازية تدخل، كي تدخل له راح تسبب عدة مشاكل عند الإنسان المريض. ممكن أنها تتاكي له لو سيستم نيرفو تاعو، المخ، العين، الرئتين، الجهاز العظمي، كل الأجهزة ممكن أنها تكون عرضة لهذه الميكروبات. وفي الأخير إذا كان المريض ما دواش، إذا كان ما دارش هذا الكشف الطوعي، راح ينتقل للستاد فينال. هذا الستاد تاع السيدة راح يقدر انه الانسان يموت به. الحمد لله مؤخرا ولات عندنا عده وسائل. اول حاجه للكشف عليه، هنا في ورقله برك كاين عندنا مركز الكشف الطوعي للVIH والامراض المتنقله عن طريق الجنس اللي جاي في مصلحه الوقايه. وكاين مصلحه اخرى في المستشفى اللي حتى هي دير ثاني الكشف وتاخذ لي مالاد، هذو المرضى نعطوا لهم الدواء. لازم تعرفوا حاجه، باللي الكشف هذا راح يكون في سريه تامه. المريض
كي نديروا له لي زاناليز ما نحطولوش اسمه، راح ندير ان كود ومن بعد النتيجه سواء بوزيتيف موجبه او سالبه، سواء حامل ولا ماهوش حامل للفيروس، راح نمدوها له هو ديريكتومون، ما راح تخرج حتى لبلاصه واحده اخرى. والحمد لله ثاني الدوله تاعنا وفرت الدواء مجاني هنا في ورقله، والحمد لله كاين مرضى بزاف استفادوا من هذا الدواء ورانا نتبعوا فيهم بطريقه دوريه. كاين نقطه اخرى ثاني نوه عليها، ما هي اهم طرق الوقايه من هذا الوباء؟ قلنا في البدايه أن الوباء ينتقل سيرتو عن طريق الجنس، عن طريق العلاقات الجنسيه غير محميه. كاين حلين، يا الواحد يبقى كما نقولوا فيديليتي كونجيغال، الزوج مع الزوجه تاعو ما يديرش علاقات خارجيه، وفي بعض الحالات لازم استعمال الواقي. فوق الناس هذو اللي بالنسبه للدم هذه هي خلاص الله هو اللي يتكفل بها، رانا نراقبوا في الدم يتو ما نمدوا حتى لواحد دم غير انه يكون مراقب ما عندوش ما فيش الفيروس هذا. اي بور الناس اللي يديروا لي زانجيكسيون الحمد لله حتى في مستوى لي زيرجونس تو لي زانجيكسيون كامل راهم جوطابل يرموهم. هذا المرض كما قلت لكم ما ولاش مرض قاتل الى درنا لو دياغنوستيك تاعو شخصناه في المراحل الاولى. المريض باذن الله راح يتعافى، وحتى في المراحل الاخيره الحمد لله رانا شفنا عده مرضى يجونا في المرحله الاخيره ونقدروا نعاودوا يعاود يرفد صحته ونداووه هيتو. والحمد لله مؤخرا كما قلت لكم عندنا حتى تريتمون، يعني المرض بكري وفرنا عليه مشقه السفر، لانه المرضى اللي كانوا في ورقله من قبل العام اللي فات برك 2019 كنا مجبرين اننا نقلوهم لدول المناطق تاع الشمال، جزائر، باتنا، سطيف. درك الحمد لله مع الكوفيد هذه جات فرصه مليحه انه المرضى ولاو يداووا هنا في ورقله، كان اطباء مختصين راهم يسهروا على راحه المرضى. وسلام.